ايه فايدتي اللي انا بعمله ده؟ انا بني ادم زي اي حد، اكيد بيجي لي افكار زي دي. الحل ايه؟ الحل ان انا اعمل شوت داون للقلب، ما اخليهوش شغال خالص. هو اللي شغال ده اللي هو اللي بياخد القرارات. مهما الناس قالت لي، كلام الناس في الزباله، كلام الناس كانك مش شايفه. ما تستنوش ان حد يقول لك عاش او حد يشجعك علشان تكمل، لان انت اللي انت بتعمله ده لنفسك مش ليهم هم. فانت ما تستناش كلمه عاش من حد، ما تستناش كلمه كمل من حد. لا يهمك لما حد يكتب لك تعليق وحش او شتيمه او يغلط فيك او يقول لك اي تعليق، انت ما تحطش في دماغك. يعني انا عايزك تبقى انت عامل زي الاله، انت بتشتغل على اللي انت عاوزه بس. مش هوصل ومش هعمل وشوف كم واحد وصل، وده كل من واحد من مليون هم اللي بيوصلوا. طب ما انت فكر فيها، ليه ما اكونش انا الواحد من المليون دول؟ انت فكر فيها كده، هتلاقي نفسك بتعمل اللي عليك فعلا. ليه فعلا انت ما تكونش واحد من المليون دول؟ فانت لازم تعمل اللي عليك عشان ربنا يكرمك. يعني كتير بتيجي افكار في دماغي، طب افترض يا محمد ما وصلتش، افترض يا محمد ما نجحتش. في حاجه انا دايما كنت متيقن منها من وانا صغير، تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني انا دايما من وانا صغري، من وانا وزني 60 كيلو، ايام ما كنت بلعب بطولات وبخرج بره الطوب 20، دايما بقول انا هبقى بطل، دايما كنت بقول انا هبقى ناجح، دايما كنت بقول ان انا هبقى محبوب من الناس، لان انا دي حاجه انا بسعى عليها من صغري. واللي يقول لك السعي مش معناه حتميه الوصول، قول له انت كذاب، لان انا عمري ما شفت حد مكمل في حاجه معينه او هدف هو عايز يوصل له وفعلا شغال عليه 100% الا لما وصل له. الناس اللي بتحط حجج، طب انا جيناتي وحشه، طب انا امكانياتي ضعيفه. يا جدعان والله العظيم انا في ماتش ايرون مان جت عليا فتره كنت بجهز ب5 بيضات، كانت اللعيبه اللي بتنافسني بتيجي تقول لي انا ال5 بيضات دول انا باكلهم في اول وجبه، انت بتاكلهم على مدار اليوم يا ابني، تجهيز ايه اللي بتتكلم عليه؟ وكل دول انا كسبتهم على فكره. فالفكره عندك قد ايه انت بتحط مجهود، وقد ايه عندك اصرار، وقد ايه انت عايز الحاجه دي فعلا. خليك زي الاله، ما تفكرش في كلام الناس اذا كان ايجابي اذا كان سلبي. اقول لك ازاي اذا كان ايجابي، يعني ما تستناش من حد ان هو يقول لك عاش، ما تستناش من حد ان هو يشجعك. ما يبقاش انت هتقوم تتمرن لما حد يشجعك ويقول لك قوم اتمرن. وبرده في نفس برده الكلام، ان انت ما حدش يقول لك كلمه تعليق سلبي وتحطه في دماغك، لان العين ما بتحبش اللي احسن منها. ودايما هتلاقي اللي بيعلق تعليقات سلبيه، هتلاقي واحد ملوش لازمه، هتلاقي واحد كل حياته ان هو قاعد على التليفون بيعمل سكرول وملوش اي هدف، وتلاقيه ما بيدخلش الجيم اصلا، تلاقيه بكرش، تلاقيه عيل عنده انيميا. انا مش بشم حد والله، بس تلاقي واحد عنده انيميا وزنه 50 كيلو ولا حاجه، ولا داخل بينتقدك. لكن عمرك ما هتلاقي واحد بطل كمال اجسام او لاعب زيك داخل يغلط فيك او داخل ينتقدك. دايما هتلاقي الانتقاد من الناس الفاشله، من الناس اللي هي مش عارفه تعمل اللي انت بتعمله. دايما هتلاقي الانتقاد من الناس اللي شايفاك احسن منها وعايزين يوقعوك. فانت ما تديلهمش الفرصه، خليك زي الاله. ما يفرقش معاك التعليقات الايجابيه، ما يفرقش معاك التعليقات السلبيه. تعليقات ايجابيه جت او ما جتش انا بعمل اللي عليا، تعليقات سلبيه جت او ما جتش انا برضو بعمل اللي عليا، ومش هبطل الا لما اوصل. لازم تطلب الحاجه دي من ربنا مهما كانت ديانتك. انا مش بتكلم اذا كنت مسلم بس، مهما كانت ديانتك، اذا كان في صلاتك، اذا كان في دعائك. وصدقني والله العظيم عن تجربه ربنا هيدي لك الحاجه دي، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي. الكلمه احب اقولها لكم، اعمل اللي عليك مهما جات لك تعليقات سلبيه تعليقات ايجابيه، انت المفروض تعمل اللي عليك. ولا التعليقات الايجابيه هتديك دفعه، ولا التعليقات السلبيه هتعطلك. بس اخواتي وحبايبي،